ازاي نربط الاي اي موديل اللي عملناه الحلقه اللي فاتت على تيتشابل ماشين ونستخدمه في برنامج ونحط له كود، تتعلم اكتر عن الكودينج وكمان تعرف ازاي تستخدم الاي اي في البرمجه. ويلا بينا نبدا. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. قبل ما نشتغل على المشروع بتاعنا احب ان انتوا تعملوا سبسكرايب في القناه بتاعتنا علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه ان احنا هناخد التيتشابل ماشين موديل اللي عملناه في الحلقه اللي فاتت، واللي مش عارف ايه هو التيتشابل ماشين موديل او اول مره بيتفرج علينا تقدر تشوف الحلقه اللي فاتت، اللينك بتاعها فوق، ان انت ازاي بتتدرب الاي اي موديل على صوتك او حركات ليك او على حاجات انت عندك في البيت عشان يقدر ان هو يميزها، ونقدر ان احنا نستخدم الموديل ده في البرنامج بتاعنا النهارده. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنروح على التيتشابل ماشين. انا كان عندي الموديل بتاع اللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت، كنت عامله له سيف، ولو مش مشكله ممكن تعمل موديل جديد. هستخدم الموديل اللي عملته المره اللي فاتت بان انا هقول له ان هو اكسبورت موديل. لما هدوس على اكسبورت موديل هيفتح لي الويندو اللي احنا شايفينها قدامنا ديت بمنتهى السهوله. هقول له هعمل ابلودنج علشان يابلود الموديل بتاعي على جوجل ويديني اللينك بتاع الموديل بتاعي اللي شغال. وبعد كده هروح على PictoBlocks.ai. انت علشان تشتغل على PictoBlocks وتعمل المشروع دوت، لانه مشروع artificial intelligence فبيحتاج انترنت، ولازم تبقى عامل اكونت على PictoBlocks. لو مش عامل الاثنين دولت مش هيشتغل المشروع. طبعا لازم يبقى عندك كاميرا، والكاميرا يقدر الPictoBlocks ان هو يعمل لها اكسس. يعني لو قال لك allow لازم تالاو الPictoBlocks ان هو يشغل الكاميرا. بعد ما هنلود البروجكت بتاعنا هنختار بلوك كودينج بلوكس، وبعدين هندوس على الاكستنشنز. الPictoBlocks ميزته ان الانترفيس بتاعه زي السكراتش، فانت لو اشتغلت على السكراتش قبل كده هيبقى الPictoBlocks بالنسبه لك سهل جدا تقدر ان انت تشتغل عليه. وهنروح من الاكستنشن هنضيف الاكستنشن اللي مكتوب عليه ايه ماشين ليرنينج اللي هو ML وستيتشابل ماشين. هيقول لي كرييت موديل او لود ا موديل، فانا هقول له لود ا موديل، وهقوم عامله بيست او كنترول في لللينك اللي انا جبته من التيتشابل ماشين، وهقول له لود موديل. فلما نقول لود موديل ممكن ياخد وقت شويه، وبيعتمد ساعات على الانترنت من حد للتاني. لو ممكن الانترنت بطيء بتاعك ممكن طبعا تعمل لود اكتر من مره، لان لو الانترنت فصل في النص مش هيلود الموديل وهيفضل معلق. فخلي بالكم من الموضوع دوت، ان انتوا لما تعملوا له بيست يكون الانترنت بتاعك كويس وقاعد في مكان فيه نت كويس وقوي عشان يعمل على طول لودنج للموديل. هعرف منين ان هو عمل لود للموديل بتاعي وابقى متاكده منه؟ لو جينا بصينا هنا اهوت هنلاقي ان الكلاسز بتاعتي ظهرت، اللي الثلاث كلاسز زي ما كنت مثال، اللي هي الاول وهالوكيتي وبنانا، موجودين ان هو في الموديل بتاعي في الكود بلوكس بتاعه الاكستنشن موديل اللي هو حطها. طيب بعد كده انا هعمل ان هو كود بسيط خالص، ان انا هاخد توبي كبرت الشكل بتاعه، هاخد توبي دوت وكبرت الحجم بتاعه خليته 200. وهعمل ايه؟ انا كل اللي انا عايزه اتاكد بس ان هو بيريكوجنايز الموديل بتاعي، واقدر ان هو اخليه ان هو يقول الموديل بتاعي ايه على حسب الحاجه اللي انا هوريها له. طيب ازاي نعمل ده؟ بمنتهى البساطه. نبدا اول حاجه هجيب بلوك اللي هو turn on video on stage وزيرو ترانسبيرنسي، ترانسبيرنت خالص. واول حاجه هقول له ان هو يشغل لي الفيديو علشان اوريك الاوبجكت وتقول اذا كان ده الاول ولا هالو كيتي ولا البنانا مين فيهم. بعد كده انا عايزاه يعمل ايه؟ انا عايزاه فور ايفر يتشيك الايه الكلاس بتاعي، فانا هجيب فور ايفر بلوك، وبعدين هقول له اف التشيك اللي انت عملته طلع اكتر من 90% يبقى ده معناه ان الاوبجكت ده مظبوط، فسي الكلاس بتاع الاوبجكت. هنعمل ده ازاي؟ هنروح نجيب من الاوبريتورز bigger than اللي هي اكبر من، العلامه بتاعت اكبر من، وهقول له ان هو لازم تكون اكبر من 0.9. 0.9 هنا بتمثل ال 90%، يعني ان 90% 90 over 100، لو جينا قسمنا 90 على 100 هتديني 0.9. اوكي؟ فان هو ايه هقول له طب ايه بقى اللي انا عايزاه؟ انا عايزه الكونفيدنس اللي هو لو رحنا شفنا في البلوج هنلاقي حاجه في البلوكس اسمها كونفيدنس، اللي هو الكونفيدنس اوف ذا كلاس، ان انت متاكد من الكلاس، الثقه ان الكلاس ده هو اللي مظبوط. فانا هقول له الكونفيدنس بتاع الكلاس اللي انت جبته من الكاميرا بتاع اني كلاس بقى، الكلاس اللي انت المفروض هتعمل له ايدنتيفيكيشن، اللي هو اوريدي هيدنتيفاي الكلاس من الويب كاميرا، يبقى هو هيدنتيفاي الكلاس من الويب كاميرا. فلو اول هيكتب ايه؟ يبقى get confidence of class owl from webcam. لو اكتر من 90% هتعمل كذا، اللي هي ايه مثلا هيقول الكلاس. يبقى الايدنتيفاي كلاس فروم ويب كام ديت بتجيب لي الكلاس نفسه اذا كان اول ولا بنانا ولا هالو كيتي، هحطها جوه get confidence of class اللي هو علشان يقول لي لو هي اكبر من 90% يعني ده معناه ان هي اكيد هو ده الكلاس بتاعي. يبقى انا عايزاك تعمل ايه؟ انا عايزاك تقول الكلاس. طب فين هنا كده نقول كلاس اللي هي الايدنتيفاي برضو كلاس فروم ويب كام، هو دوت الفاريبل اللي بيمثل النيم اوف ذا كلاس عندي. اوكي؟ ما نرجع بالحاجات التانية، احنا هنستخدم الويب كام. else هيقول try again.
برنامج لطيف ولذيذ وخفيف وسهل، ما فيهوش اي حاجه دلوقتي خالص معقده، ما عملناش غير يعني هما كام بلوك وهم 3 خطوات. هنفتح الكاميرا وهنتشيك اذا كان الكونفيدنس بتاعنا بتاع الكلاس اكبر من 90%، وهنخليه ان هو يقول ستي بلوك. اوكي يلا بقى بينا نجرب. زي ما احنا شايفين كده لما جربنا البروجكت اشتغل عادي جدا، طول ما انا مش حاطه حاجه عمال يقول تراي اجين، ولما وريته البنانا قال بنانا، ولما وريته الهالو كيتي قال هالو كيتي. يبقى انا كده عملت انتر اكشن ما بين البروجكت بتاعي وما بين الموديل اللي انا عملته في التيتشبل ماشين بتاع الارتفيشال انتليجنس. خليت استخدمت التيتشبل ماشين في حاجه مفيده ان انا اعمل بيه بروجكت. طب ممكن نعمل حاجه اصعب من كده شويه؟ ممكن نعمل حاجه اصعب من كده شويه. طبعا ممكن ندخله في جيمز، الافكار كتيره جدا عايز تدخله حسب كمان البروجكت اللي انت عامله ساوند ولا عامله بوزز، ممكن تدخله في رقصات، ممكن تدخله في ميوزك، يعني ممكن مثلا على حسب بوز معين يعمل ميوزك معينه او يرقص رقصه معينه. انا هنا بقى هخلي توبي يعمل حركات معينه حسب اللي هو بيشوفه. فاول حاجه هعملها ان انا هكرييت فاريبل، واللي مش عارف يعني ايه فاريبل يرجع لحلقه سكراتش شارحين بالتفصيل فيها اول جزء فيها يعني ايه فاريبل. هنكرييت فاريبل وهنسميه كلاس. طيب الفاريبل ده ايكوال ايه؟ الفاريبل ده هيبقى بيساوي الايدنتيفايد كلاس اللي توبي شافه من التيتشبل ماشين موديل بتاعي، يبقى هيبقى equal to الايدنتيفايد كلاس from الويب كاميرا. اوكي بعد كده هقول له ايه؟ ليه عملت فاريبل؟ علشان مش كل شويه اقعد اقول ايدنتيفاي كلاس فروم ويب كاميرا، خلاص هستخدم على طول الفاريبل. يبقى لو الفاريبل بتاعي كلاس ايكوال اول مثلا او بنانا او هالو كيتي، عايزك تعمل ايه حركات معينه. فاول واحده هعملها اللي هي الاول، هقول له لو ايكوال اول جو تو راندوم بوزيشن، اتحرك لاي راندوم بوزيشن في الشاشه. ولو جينا جربنا هنا مع بعض هنلاقيه ان هو ايه اشتغل في منتهى السهوله. اوكي طيب تاني حاجه هقول له لو الكلاس بتاعي ايكوال بنانا، فانا عايزاك ان انت تغير الايه الكوستيوم بتاعك، يعني مش عايزاك تبقى واقف كده، لا انا عايزاك تبقى واقف بشكل تاني. ممكن طبعا اعمل اي حاجه يعني. فهنقول له ممكن اقول له نيكست كوستيوم، وممكن اختار كوستيوم معين. اخترت ان انا اختار ايه تو بي جامب اللي هو دوت كانه بينط، علشان اتاكد ان هو اشوف ان هو غير الكوستيوم بتاعه. هعمل الكلاس الثالث كل هالو كيتي، انا عايزاه لما كلاسيك هالو كيتي يعمل ايه يموف 100 ستيبس. طيب انا خلي بالكم علشان انا غيرت المكان بتاع توبي، يبقى انا محتاجه ان انا ايه ارجع اعمل سيت اب للبروجكت بتاعنا، واحنا قلنا الكلام ده كتير جدا في السكراتش ان اي بروجكت لازم اعمل له سيت اب. ايه هو السيت اب بسرعه كده؟ ان انا لازم البروجكت بتاعي يبقى شكله زي ما انا عايزاه كل يوزر يشوفه اول مره، ما ينفعش يبقى شكله متلخبط. فلازم ارجع توبي مكانه وارجع برده الكوستيوم مكانه، علشان هو ده لما انا افتح بروجكت كل مره ادوس الجرين فلاج كل حاجه ترجع مكانها، ما يبقاش موجود في راندوم بوزيشن او الكوستيوم بتاعه متغير. طب انا كده الكود بتاعي مش هيشتغل مظبوط. فبيبقى مهم جدا جدا السيت اب. هنعمل بقى السيت اب ان احنا هنحط هنرجعه للبوزيشن بتاعه، وهنعمل الايه النيو كاستيوم. بعد ما نخلص بقى الحته دي خالص كله تمام، خلاص كده عملت السيت اب والبروجكت بتاعي مظبوط. لو جربنا هنلاقي فعلا بجد لما بيشوف الهالو كيتي بيموف 100 ستيبس لقدام، ولما بيشوف الاول بيغير المكان بتاعه، ولما بيشوف البنانا بيغير ايه الكوستيوم بتاعه. وكده يبقى احنا عملنا مشروع بسيط ولذيذ وسهل. اهم حاجه فيه ان انتوا تركزوا على ان انتوا تبقوا فاهمين ازاي بنربط التيتشبل ماشين او الاي اي اللي احنا عملناه بالكود بتاعنا. مستنيه افكاركم، مستنيه ابداعاتكم، مستنيه لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا له لايك وشير، وكمان ما تنسوش ان انتوا تبعتوا لنا تطبيقاتكم تحت هاشتاج كود فور اول. هابي كودينج.